الله على جمال الحواوشي بقى وطعمه، وأحلى تسوية ليه كده جميل وممتاز وريحته مفحفحة وجايبة آخر الدنيا. يلا بينا نشوف أنا عملت الحواوشي ده ازاي والعجينة بتاعته ازاي والخلطة الجبارة بتاعته. يلا بينا ندخل على الوصفة. أهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتي وصفة شيماء. وحشتوني قوي قوي قوي. يلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة هتبقى عبارة عن ايه. وصفتنا النهاردة فيها عجين. يعني ايه العجين؟ يعني حواوشي. الحواوشي ده عبارة عن العيش بلحمة، بس احنا هنا في اسكندرية بنعملوه بعجين، مش بنعملوه بالعيش مستوي. فيلا بينا نشوف طريقة العجينة هتبقى ازاي. عبارة عن كيلو دقيق، رشة ملح، خميرة. هو دوت العجين او العجينة بتاعة الحواوشي. هقول لكم تاني المقادير. المقادير عبارة عن كيلو دقيق، حطيت عليه رشة ملح او ربع معلقة ملح صغيرة، وهحط عليه كيس خميرة فورية على ربع كوباية مية على معلقتين سكر. يبقى هنا حطيت في العجان كيلو دقيق عليه رشة ملح، وفي الكوباية هنا حطيت كيس خميرة فورية عليها معلقتين سكر كبار، وهبتدي ادوبهم كده علشان اختبر الخميرة ان هي نشطة وشغالة، عشان ما تبوظليش العجين. خلاص يا حبايبي، هنا بعد العجينة ما اختمرت وبقت نشطة، عملت فقاقيع كده، ابتديت انزلها على العجين اللي هو عبارة عن كيلو دقيق ورشة ملح، وابتديت انزل بالمية تدريجيا لغاية لما الدقيق اختفى وبقت قطعة عجين زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بالخميرة اللي حطاها في ربع كوباية مية ومعلقتين سكر، وبعد كده نزلت بأربع معالق زيت لميت بيهم العجينة. هقول لكم تاني العجينة دي عملتها ازاي. عبارة عن كيلو دقيق حطيت عليه رشة ملح، وحطيتها في العجانة وابتديت انزل بالمية تدريجيا لغاية لما الدقيق اختفى وبقت عاملة زي بقت عجينة كده. حطيت ربع كوباية مية عليها كيس خميرة فورية عليها معلقتين سكر، وأول ما الخميرة تفاعلت صبيتها على العجين وعجنتها كويس لغاية لما العجين ساب الحلة أو ساب الحاجة اللي بتتعجن فيها. وبعد كده لميتها بأربع معالق زيت، وسبتها بقى تخمر براحتها بعد ما عجنتها كويس جدا. ما عندكيش العجان ممكن تعجني بإيدك عادي خالص، أنا عاجنة معاكم كذا مرة بإيدي مفيش أي مشكلة. هتعجني بايدك في طبق بلاستيك لغايه تفضلي تعجني وتلتي لغايه لما الطبق يسيب العجينه كده والعجينه تسيب الطبق. يلا بينا، سبناها بقى تخمر كده، غطيت عليها في الحله بتاعه العجان وسبتها تخمر. يلا بينا نعمله الخلطه بتاعه اللحمه بتاعه الحواوشي. الحواوشي ده عباره عن العيش بلحمه يا حبايبي. هنا في اسكندريه بنقولوا عليه حواوشي، لكن في اي مكان تاني بيقولوا عليه عيش بلحمه. هنا بقى اخدت نص كيلو بصل، عليه 3 4 قرون فلفل مشطشطين كده، عايزاهم باردين برضو براحتك. جبت خضرة كزبرة وبقدونس، ما بحطش شبت، وهبتدي اخرطهم معاكم كده حوالي حزمة وحزمة او ربطة وربطة، وهبتدي اخرطهم معاكم. يبقى خلطة اللحمة اللي هحشي بيها الحواوشي عبارة عن نص كيلو بصل وقرنين فلفل او 3، لو عايزاهم حاميين ماشي، عايزاهم باردين برضو مفيش مشكلة. وجبت ربطتين خضرة اللي هو عبارة عن شبت، عن كزبرة وبقدونس. شبت لا يا جماعة عشان الشبت بيغمقوا. ونزلت كده بنص كيلو اللحمة أو أكتر، دول حوالي أكتر من نص كيلو، بصراحة ما وزنتهمش لأن هما من عندي. نزلت بقى بكل المكونات دي على بعض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهبتدي بقى أنزل بالبهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن ملح أبيض، وعليه فلفل أسمر ياما، عليه جوز الطيب، عليه ملح مبهر اللي هو فيه كزبرة ناشفة وكمون وشطة حمراء، عليه بهارات لحمة، عليه حبة ايه بابريكا مدخنة كده. يبقى البهارات بتاعتي جوز الطيب وفلفل أسمر وملح وشطة وكمون وكزبرة وبابريكا. لازم أساسي يا جماعة جوز الطيب والفلفل الأسمر لازم يبقى ياما في عجينة اللحمة اللي هحشي بيها الحواوشي. وهمسك بقى الخلطة دي كلها، يعني بص أنا بزود فلفل أسمر إزاي، وهبتدي أعجن فيها. ممكن تفرميها تاني في الكبة مرة تانية، لكن أنا همسكها أعجنها بإيدي زي العجينة بالظبط لغاية لما تبقى متجانسة مع بعضها زي ما انتوا شفتوها كده. عجنتها جامد خالص وشلتها في التلاجة على ما العجين يخمر. كانت هنا العجينة خمرت ما شاء الله. شايفين بقى العجينة وطراوتها طرية جدا ما شاء الله. بس انا لما جيت اعجنها ما كنتش مطرياها علشان الجو حر جامد يا جماعة.
فالعجين بيسيح اكتر واكتر. فلازم تعمليه ايه، ولا طري خالص ولا ناشف خالص. خلاص يا حبايبي، يا رب تكون الوصفة واصله لكم واكون قادرة اوصل لكم المعلومة. هنا هبتدي اقطع بقى العجين كده بتاعي زي ما انتوا شايفين، بقطعه على دقيق. انا الاول كنت بعمل الحواوشي او كنت بقطع العجينة بتاعة العيش على الزيت، بس كنت بحسها ان هي تقيلة، وتيجي تاكليها كده تلاقي فيها زيت من بره وتقيلة كده في الاكل. لكن لما ابتديت ان انا اقطعها على دقيق، بقت اللقمة خفيفة كده باللحمة اللي جواها. دول عملوا معايا الكمية ديت حوالي من 14 رغيف او 13 رغيف. هبتدي بقى ايه، سبته يرتاح شوية، ويلا بينا بقى نفرده كده الحواوشي عشان نحشوه مع بعض. متنسوش ذكر الله والاستغفار والصلاة على سيدنا محمد كده واحنا واقفين بنشتغلوا. متنسوش الشير واللايك والكومنت الجميل لقناتي وصفة شيماء. يا رب اكون بقدم لكم وصفات تعجبكم وتقدروا ان كنتوا تعملوها. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايديا، اللهم امين. هبتدي بقى كده افرد العيش عادي خالص زي ما انتوا شايفين اهوت. انت حتى لو بططيه او فردتيه بايدك كده هيتفرد، لان العجينه حلوه جدا. اهو انا فردت كده الرغيف. انا ممكن اعمله مدور كده، واعمل واحد وافرد واحد تاني زيه كده، واعمل اتنين فوق بعض زي اللي بنشتريه من بره. بس بصراحه لما باجي اقطعه واديه للولاد ما بيعرفوش ياكلوه، اللحمه بتقع منه. فانا هنا هعمله كده زي نص رغيف، هتشوفوا معايا. اهي بقى حشوه اللحمه اللي انا عجناها كويس، وحط لها بهارات حلوه، وحط لها ملحها، وحط لها الخضره بتاعتها. اللحمة دي مش مستوية يا جماعة، اللحمة دي نية، لسه هتستوى في العيش. خلاص. هنا بقى حشيت الرغيف كده، يلا بينا نشوف انا بقفله ازاي. اهو بحط كده الجنبين على بعض كده. بقى لما تيجي تقطعي الرغيف دوت نصين كده وتمسكيه للولد في ايده او لابنك في ايده، مش هيقع منه اللحمة. لكن لما بعمل الرغيف المدور اللي احنا متعودين عليه بنجيبوه من بره، بقطعه كده الاكل بيقع منه او اللحمة بتقع منه. هنا بقى هحط كده شوية زيت، وهبتدي امسح الصينية بالفرشة كده علشان العجين ما يلزقش في الصينية. حطيت شوية زيت، وهبتدي بقى ايه، مسحت كده الصينية بالفرشة، وهبتدي بقى اشيل العيش كده واحطه في الصينية. ممكن ترش عليه وشه حبة البركة، ترش على وشه سمسم، اللي انت حابة تحطيه حطيه، بس انا بصراحة المرة دي ما حطيتش عليه اي حاجة. هنا هعمل معاكم رغيف تاني بفرده اهوت. هقولك تاني، ممكن تعملي الرغيف مدور عادي زي اللي بنشتروه من بره، بيبقى رغيف مدور، واعمل واحد تاني صغير، وبعد كده احط اللحمه واحط الرغيف الصغير فوقيه، واروح مقفلاه زي ما قفلت الرغيف الاولاني. لكن دوت بيبقى سهل في الاكل. الرغيف اللي هو بيبقى نص كده وببقى مقفلاه بيبقى سهل في الاكل، بالذات لو عندك اطفال. هنا بقى بقلب الرغيف، الجنب اللي ببقى بخبزه بقلبه على الوش اللي ما فيهوش دقيق، علشان ما يبقاش على وشه دقيق ومغير كده وانتي بتسويه. اهو بحط اللحمه، ولازم الحشوه تبقى كده مظبوطه، ولا ياما ولا قليله، عشان تعرفي تاكليه. طبعا اخواتنا المصراويه حبايب قلبي بيعملوه بعيش مستوي، ومعظم الناس بيعملوه بعيش مستوي. لكن احنا يعني على طول بنعملوه بالعجين. يعني فين وفين لما نجربه كده ونعملوه بالعيش المستوي، بس بيبقى طعمه حلو جدا برضو، اللي بيبقى في العيش المستوي او العيش المخبوز يعني. اهو كده يا حبايبي، يا رب تكون طريقتي وصلت لكم، واكون قدرت اوصل لكم كل معلومة فيه. اهو بحاول اعمل لكم كذا مرة علشان يا حبايبي تركزوا كده في كل حاجة، والحاجة تطلع معاكم جميلة واحسن من اللي انا عملتها. هنا بقى سبته يخمر شوية، وبصراحة ما عنديش بخاخة أبخ بيها مية، فروحت جايبة كده مية من الحنفية، وجبت الفرشة كده اللي بدهن بيها، وابتديت أدهن وش الرغيف معايا. طب انتي بتدهني مية ليه؟ عشان وشه يطلع أحمر وجميل. خلاص يا حبايبي، دي معلومة لازم تعملوها. لازم تبخوا وش الرغيف كده قبل ما يدخل يستوي، هو ني لسه زي ما هو. انا بعد ما شكلته سبته يرتاح شويه عشان يقب معايا كده في الفرن ويبقى شكله حلو. انا هنا بديله شكل بالسكينه كده، ودهنت وشه بالميه، وشغلت الفرن، عليت النار من تحت، وسبتها هاديه من فوق كده. اول ما قب، بصوا قب معايا ازاي. اول ما قب رحت معليه له النار من فوق اهوت، حتى التسويه بكلمكم عنها.
الأول بتعلي النار من تحت أهو، بصوا ما شاء الله. آه رشة المية اللي بتحطيها على وشه بيخليه تسويته جميلة جدا. وكده أكون خلصت العيش بلحمة، يا رب يعجبكم وربنا يحسن ما بين إيديكم. عملت معاه شيبسي وقطعت طماطم وطلعت مخلل وعملت سلطة طحينة. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. الحواوشي على طريقتنا أو على طريقتي، طريقة الإسكندرانية. يا رب تجربوه ويطلع حلو وينول على إعجابكم. مستنية اللايك والشير والكومنت الجميل اللي يرفع القناة. ما تنسوش بقى اللايك لقناة وصفة شيماء.